حسن أحمد الحسن، المدير العام للإشراف التربوي. السيد النائب الأول، لدي بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى الحقيقة سميتها تجاوزا أزمة ثقة وتحمل مسؤولية في الجامعة، وهذه تتبعها العلاقة بين الطالب وبين المدرس وبين الإدارة. السيد النائب، الآن الجامعة أخذت صيغ التعليم الثانوي والابتدائي، وعلى سبيل المثال الآن أن التصليح في الجامعة يجري بصورة سرية، والدفتر مغلق، والإخوان الجامعيين زاروا الكثير من الجامعات، وحتما وجدوا أن الأستاذ الجامعي يعلن نتائج للطلبة، ولا نجد من يعترض على هذا الإعلان إلا ما ندر. الناحية الأخرى السيد النائب، القسم الكثير من الطلبة يدخل. نعم. يعني جنابك ما تريد الدفاتر تكون سرية؟ العفو السيد النائب، الحقيقة أنا ربطتها بتحمل الثقة والمسؤولية، لأنه الأستاذ الجامعي لا، مجرد تعبير أنه الأستاذ يعلن النتائج بدون ما حد يعترض، يعني نعم. شو المقصود هنا عندنا لو بمكان آخر؟ لا، مكان آخر السيد النائب، مكان آخر عفوا. نعم. نعم. بعض الطلبة يدخلون الامتحانات النهائية ولا يعرفون معدلات السعي، وطبعا من هذا الباب نجد الحقيقة مع أنه الجامعة يجب أن تكون مثال الدقة، لكن نجد نسبة رسوب في صف متقدم 80% في موضوع معين، وفي موضوع آخر مشابه إليه في الأسس 10% أو 0%. فالطالب الجامعي نجد القسم الكبير منهم لا يثق بالأستاذ. لدي شقيق الآن موجود في القاعة، درس في إحدى الأقطار الأجنبية، وأول يوم وصوله لذلك القطر زار أستاذه، وما ترك إلا حتى الشرشف مال المخدة سوال هي ونيمه وطلع من الغرفة. طبعا احنا الحقيقة ما نقدر نصل إلى هذه الناحية، لكن نؤكد على الناحية الإنسانية التي يجب أن تسود بين الأستاذ الجامعي والإدارة وبين الطالب. طبعا هذه الحقيقة تنعكس على الكثير من الأمور. الملاحظة الثانية سيد النائب، الحقيقة أجد ضعفا في العلاقة بين الجامعات والمجتمع، وهذا الضعف واضح جدا، وكان يتوقع من الجامعة أن تكون مو فقط مركز إشعاع، بل إنما مركز تطوير للكثير من مؤسسات الجامعية. الإبداع، الاختراع، معالجة المشكلة، تحسين الإنتاج إلى آخره. مقترحي في هذا المجال أن الجامعات خاصة المعنية، الجامعات التطبيقية المهنية، تعمل على عقد اجتماعات دورية بين أرباب العمل، بين مؤسسات القطاع الاشتراكي، لمناقشة عملية الإنتاج ومدى تدخل الجامعة في هذا الباب. الملاحظة الأخرى سيد النائب، ولو أنها ذكرت، لكن لدي بعض الأمور أود إضافتها، وهذه تخص أنظمة الجامعة. أذكر في سنة 71-72 قامت جامعة البصرة بدراسة موضوع المقررات، وتبعتها الجامعة المستنصرية، وكنت من ضمن الأشخاص الذين أرسلوا إلى جامعة لدراسة نظام المقررات. الآن نشوف طالبنا متخلف